مع تحياتي له وللاخوان عرفات طبيعة عملك في الاتحاد حاليا كابتن أمين، وكيف عرض عليك هذا المنصب ووافقت، وهل يتداخل هذا الأمر مع عمل اللجنة الفنية في الاتحاد؟ أخي العزيز، طبعا طبيعة عمل المدير الفني في الاتحاد تتمحور حقيقة حول بناء وتطوير المنظومة الفنية في الاتحاد، ووضع رؤية واضحة في الطبع وهيكلة العمل الفني. احنا في الحقيقة حاليا بنعمل يعني على أكثر من مسار، 3 مسار في التحديد. نعم. بنحاول المسار الأول تهيئة وتطوير المدربين، واحنا في الحقيقة قطعنا شوط مهم يعني في هذا الجانب. أخيرا من خلال زيارتنا في ماليزيا وقطر قبلها يعني ناقشنا مع الاتحاد الآسيوي ملف التأهيل والتدريب وعقد اتفاقية مع الاتحاد الآسيوي، وحقيقة قدمنا ملف حاضر بإشادة الأخوة في اللجنة في الاتحاد الآسيوي، والنتج عن هذا يعني الاتفاق على يعني إقامة دورتين الأولى دورة المحاضرين إن شاء الله تكون في شهر أبريل القادم، وبعدها مباشرة دورة البي. المسألة الثانية بنتكلم عن تطوير اللاعبين. احنا عندنا قدمنا مشروع متكامل لتطوير اللاعبين، يبدأ من مراكز التكوين في المحافظات ويشمل رعاية اللاعبين المتميزين فرديا وتطويرهم يعني بدنيا يعني أشباه بالأكاديميات؟ عفوا؟ أشباه بالأكاديميات مثلا؟ يعني تابعة لاتحاد الكرة؟ يعني أشبه بالأكاديميات. الأكاديميات أيضا من ضمن المشاريع الموجودة عندنا في ملف التطوير بالنسبة للاتحاد، لكن هذه بشكل يعني اكبر. احنا بنسعى الى تاهيل اكبر عدد ممكن من اللاعبين والتسويق لاحترافهم من اجل خدمه المنتخب وزياده عدد اللاعبين المحترفين بالنسبه للمنتخب. المسار الثالث مثل ما تكلمت هو المنتخبات الوطنيه، واحنا ان شاء الله في القريب العاجل حنبدا تطبيق مشروع توحيد الهويه الفنيه واسلوب اللعب لجميع المنتخبات اللي يضمن يعني الاستمراريه والتكامل وربط ايضا العمل مع الانديه. يعني باختصار يعني احنا بنعمل ان شاء الله على ابناء منظومه ثانيه. لماذا لا استهدف مشروع الجول اللي كان موجود يعني قبل الحرب؟ احنا بنحاول مثل ما قلت لك نعيد كل المشروعات السابقه بالاضافه الى تجديد بالنسبه للمنظومه بشكل كامل يعني. قمت بزيارات الوصول الى هذا المنصب. طبعا احنا يعني ما كانش قرار سهل بالنسبه لي، اكيد كان قرار مهم يعني في مسيرتي الرياضيه. الاخوان في جهه الاتحاد كانوا عرضوا علي الامر في اوقات سابقه، وحقيقه يمكن انا كنت يعني اشوف نفسي اكثر يعني في الملعب ميدانيا من قبل الملعب والتدريب، لكن بعد التعمق في دور المهام وخاصه المدير الفني اكيد حسيت وادركت انه ممكن نقدم يعني خدمه اكبر للكره اليمنيه وللمنتخبات وحتى للمدربين واللاعبين بشكل عام. يعني احنا في الحقيقه بنمر بمرحله تحتاج مثل ما قال الاستاذ عرفات لتكاتف الجميع والعمل بشكل متجدد وبشكل مؤسسي من اجل يعني بناء قاعده رياضيه متطوره يعني. ان شاء الله يعني على المستوى البعيد يعني بنحاول نبني منظومه متكامله تخدم المدرب واللاعب من المنتخب مثل ما تكررت ومثل ما قلت. قمت بزيارات لكل من قطر وماليزيا، ماذا تم فيها بالتحديد؟ في الحقيقه شوف يا اخي، زيارتنا لقطر وماليزيا كانت يعني ايضا من ضمن رؤيه يعني تاسيس عمل فني مؤسسي داخل الاتحاد اليمني، والاطلاع على تجارب متقدمه في شتى المجالات سواء التاهيل والتدريب وحتى على مستوى المنتخبات. في قطر يعني احنا بنعرف انه الاتحاد القطري يعتبر من الاتحادات الرائده في مساله التاهيل والتدريب، ولمسنا تجربه احترافيه متكامله عندهم في اداره التدريب والتطوير يعني. يعني بالنسبه لماليزيا كانت يعني مخطط لها مسبقا عبر قياده الاتحاد والامانه العامه الاستاذ حسام السنبالي، والزياره هذه كانت وفد رسمي من الاتحاد وشملت مناقشه يعني قضايا عديده، وما يهمنا هو كان الملف التاهيل والتدريب يعني. ومثل ما قلت لك يعني سابقا احنا عرضنا ملف التاهيل والتدريب على الاخوان في الاتحاد الاسيوي واشادوا بهذا الملف، والحمد لله احنا بنمشي بخطوات ثابته في هذا الملف بالتحديد. والان مثل ما قلت لك يعني قريبا ان شاء الله في شهر ابريل عندنا دوره المحاضرين وبعدها مباشره دوره رخصه بي ان شاء الله. يعني خلال هذه الدورتين وبعدها مباشره يتم التوقيع
الاتفاقيه مع الاخوه الاتحاد الاسيوي.